من الواضح كده ان قلم حسين الشحات ما كانش بس على وش الشيبي، قلم حسين الشحات كان على وش ناس كتيرة جدا جدا. والحقيقة انا اول مرة اكتشف ان في مغاربة كتير جدا عايشين في مصر. طبعا كامل الاحترام للشعب المغربي الشقيق، كل اللي بيحصل ده ما هو الا فتنة من فئة معينة كلنا عارفينها. حسين الشحات رد فعل بناء على حاجة خطأ، اللاعب عارف ان هو اخطأ، اللاعب راح واعتذر للاعب اللي هو اخطأ في حقه، على الرغم ان هو كان رد فعل، ورغم ذلك مش عاجب فئة معينة من الناس. طيب ده لازم النادي الاهلي يعمل عقوبة عشان النادي الاهلي ينتصر لمبادئه. النادي الاهلي بيعلن عقوبة على حسين الشحات، ده برضو مش عاجب الناس، ولسه بتقولك هي دي تربية النادي الاهلي وهي دي مبادئ النادي الاهلي. طب النادي الاهلي هيعمل لك ايه اكتر من كده؟ طيب اتحاد الكورة او الرابطة بتوقع عقوبة على حسين الشحات، ده برضو مش عاجب بعض الناس او نفس الفئة من الناس. طب ايه اللي يحصل؟ اللاعب بينزل بيان طويل عريض بيقولك ان هو عبارة عن كان رد فعل وبين قوسين خاطئ، يعني هو معترف بخطأه. اللاعب بيقول لك انا اتشتمت بامي وباهل بيتي وانا عملت رد فعل خاطئ، بيعتذر عنه وبيقول ان ربنا يسامحه على الفعل اللي هو عمله وما الى ذلك. الناس تانية كتير واخده الموضوع لسكة بقى ان ده دين ومش عارف. ماشي تمام، طب هنعمل له ايه؟ هو اخطأ، هو اللي هيشيل الذنب. هو اخطأ واتعاقب واعتذر للاعب واعتذر للناس على صفحته الشخصيه، النادي الاهلي عاقبه، اتحاد الكوره عاقبه. طب انت عايز ايه تاني؟ طب انت زعلان تاني ليه؟ ما النادي الاهلي حافظ على مبادئه وعاقب اللاعب قبل الكل، اتحاد الكوره عاقب اللاعب. اللائحه بتقول لك ان في حاله اي فعل مشين مش ضد الحكم بيكون مباراتين و20,000، ضد الحكم 4. فاتحاد الكوره عمل باللوائح والقوانين اللي موجوده، او الرابطه عملت باللوائح والقوانين اللي موجوده من اتحاد الكوره. فين بقى المشكله؟ النادي الاهلي نفسه وقع عقوبه ماليه. انت مش عاجبك اي حاجه ليه؟ طب انت عايز ايه؟ طب انا عايز الفئه دي في الكومنتات تقول لي هم عايزين ايه يحصل لحسين الشحات. مش فاهم يعني انت دلوقتي انت طالب من الكل ايه؟ يعني قول لنا حضرتك طلباتك واحنا ننفذها على حسين الشحات. امر غريب جدا، امر غريب، امر مش معقول. كل حاجه هم في فئه كده عايزه كل حاجه تقول لك هي دي تربيتكم، هي دي مبادئكم، عايزين يحطوا السم في العسل ويحصل فتنه طائفيه. الشعب المغربي شعب شقيق وشعب انا عندي ناس كتيره جدا مغاربه على الصفحه، كنت بطلع واتكلم وقت المنتخب المغربي وحاجات كتيره جدا وبنتكلم بشكل كويس والناس بتعلق لي بشكل كويس ان في لاعب عمل فعل. ما هو انت برضو مش حسين الشحات لوحده اللي عمل فعل، ما الجهه الثانيه سب برضو وعمل افعال قذره. تمام، فانت في لاعب جاي عمل فعل زي ده. هو هنا انا مش هقول عليه بيمثل الشعب المغربي، وهنا انا مش هقول الشعب المغربي كله بيعمل كده، لا هو لا يمثل غير نفسه. هو صورة مش جيدة للشعب المغربي، بس انت مش هتاخد الشعب المغربي كله على صورة لاعب واحد كان بيعمل اساسا وبيفتعل مشاكل كتيرة جدا في الدوري المغربي ذات نفسه، على لاعب مسيرته كلها مليانة مشاكل. فانا هنا مش هطلع اقول لك ده الشعب المغربي كله كده بنفس الوضع. الشعب المغربي مش هقول لك كله بنفس رد فعل حسين الشحات. على الاقل حسين الشحات عارف خطأه، عارف اللي عمله غلط وطلع واعتذر. فين اعتذار اللاعب التاني اللي سب على مرمى على مرأة ومسمع من الجميع؟ للعلم النادي الاهلي جمع فيديوهات فيها سباب اللاعب ده وحاجات من بعض مسؤولي او اداريين نادي بيراميدز، وهيقدم شكوى رسميه بكل ده. ففين اعتذار الجانب التاني؟ مع حسين الشحات اعتذر للاعب نفسه واعتذر للكل وقال انا خطأ وقال انا رد فعل ولكنه خطأ، قال كل حاجه. طب فين اعتذار الجانب التاني؟ واضح جدا ان اللي قلم حسين الشحات زي ما قلت ده افضل وصف مش على وش الشيبي بس. تقريبا في ناس كتيره جدا خدت القلم ده مكان الشيبي، يمكن الشيبي نفسه مش حاسس بيه بس ناس كتيره حاسه بيه. انا مستغرب جدا جدا من اللي بيحصل من امبارح، وكأن خلاص كره الفئه دي للنادي الاهلي بقى اكبر من حبهم لناديهم. كرههم للنادي الاهلي تخطى حبهم لناديهم، وبقى قاعدين مستنين اي حاجه واي مشكله في النادي الاهلي عشان يحصل حواليها لغط كتير جدا جدا جدا. انا مش فاهم. طب قولوا لي انتوا في الكومنتات انتوا ايه اللي المفروض يحصل مع حسين الشحات واحنا ننفذه، مفيش مشكله. قولوا لي يعني حاجه في منتهى الغرابه. سلام.